شحال من واحد كيبغي يتعلم يخدم الطرسان وكيلقى فيه الصعوبة، يعني كيلقى صعوبة باش يخدم الطرسان، خصوصا انه باش يدوز الطرسان يعني جنب خوه بهذه الطريقة هذه، انه يعني يمشي ليه الطرسان حدا ديال في الماكينة بشكل سلس يعني وسهل. كيلقى صعوبة باش يتعلم الطرسان وباش يتعلم يخدم هذه الخدمة هذه. المشكلة ماشي في الشخص اللي بيخدم هذا الطرسان هذا، المشكلة في الماكينة اللي كتكون ما مضبوطاش على حساب الطرسان، او ما مريقلاش، او ما مهيئاش لخياطة الطرسان. لهذا ان شاء الله حنا في الفيديوهات القادمه غادي نحاولوا اننا نوريكم الطرق يعني او الخطوات اللي خاصكم ديروا باش تضبطوا الماكينه على الطرسان بهذه الطريقه هذه، وتخدم لك الطرسان يعني بشكل عادي. ممكن انك تخدم بها الطرسان بشكل عادي، يعني مجرد انك تحط الاصابع ديالك بهذه الطريقه هذه يعني كتخدم لك الطرسان يعني بشكل عادي، ما كتخوف منه ما والو. يعني هذه الخطوات هذه ان شاء الله غادي نشاركوها معكم في القريب العاجل، اننا غادي نوريكم الطريقه الصحيحه باش تضبطوا الماكينه انها تدوز لكم الطرسان بهذه الطريقه هذه. المهم اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ان شاء الله، وكتبوا لي في التعليقات يعني اشنا هما الحوايج اللي كيجيوكم صعيبين في الخدمه ديال الطرسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.